اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندك عيش اوعي ترميه، حوشيه وحطيه في الفريزر، ينفع لحاجات كتير جدا ومن ضمنهم الوصفه اللي احنا هنعملها النهارده مع بعض. قطعت رغيف ونص من العيش وحطيت عليهم كده كوبايه من الميه وهسيبهم وهركنهم على جنب. العيش ده كمان ينفع تحمصيه وتاكليه مع الجبنه زي المقرمشات. فاحنا في الوقت دوت بنحاول ندور على التوفير ونحاول نحافظ على قد ما نقدر. تعالوا بقى صلوا على الحبيب ونشوف هنعمل. انا بقى كده نص كيلو من اللحمه زي ما انتوا شايفين، فرمت عليه بصلتين كبار كده، نزلتهم عليه. الوصفه دي يا جماعه كانت امي بتحب تعملها لنا بالعيش الفينو، كانت بتبل العيش الفينو وكانت تعمل لنا الوصفه دي. الوصفه دي حلوه جدا جدا وكمان مغذيه. وما تنسوش ان العيش ده بيعتبر خميره. احنا هنا العيش اللي حطينا عليه الميه صفيناه كويس جدا جدا من الميه زي ما انتوا شايفين، وهننزله على اللحمه وتعجيني كل ده في قلب بعضه كويس قوي كده. قبل ما ابتدي ان انا ادخل العيش مع البصل مع اللحمه بتاعتي، هنبتدي ان احنا نبهر. هنحط ايه؟ هنحط ملح كده زي ما انتوا شايفين، اي بهارات ولادك بيحبوها او انتي بتحبيها او هي تكون متوفره عندك، مش شرط اللي احنا بنحطه بالظبط. في اكلات بينفع فيها لازم تحطي البهارات اللي احنا بنحطها، واكلات يعني عادي مش مشكله. يعني هنا ممكن تحطي ملح وفلفل بس، انما انا هنا حطيت كزبره، حطيت فلفل اسمر، حطيت ملح، حطيت بهارات مشكل. اللي متوفر عندك حطيه. سمي الله وتصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وتدخلي كل ده كويس جدا جدا على قد ما تقدري في قلب بعضه. تخفي العيش ده خالص، وممكن كمان تضربيه في الكبة كده. بعد ما عجنتها كويس خالص نزلت عليها زي ما انتم شايفين بمعلقة صغيرة جدا من البيكنج باودر، وهرجع اعجنها تاني كده. جبت الصينية بتاعتي وكنت بقى مخرطة كده زي ما انتم شايفين بصل وطماطم. طبعا ده بيبقى طعمه حلو جدا لما تحطي عليه الكفتة، بيبقى صوص حلو قوي. خلاص، وهتبله برضو بشوية كده ملح صغيرين، شوية فلفل صغيرين، علشان خاطر يبقى متبل ويبقى طعمه حلو. وهنقلب بقى كل ده كده في قلب بعضه زي ما انتم شايفين كده، شوية من الفلفل. ونقلب بقى كل ده كده ونبتدي نوزعه في الصينية ونبتدي نعمل الكفتة بتاعتنا. ليكي حرية الاختيار في انك تعملي شكل الكفتة زي ما انت عايزاه. في ناس تحب تعملها دواير، في ناس تحب تعملها صوابع. فكل واحد طبعا على حسب ما بيحب، هو بيحب ايه. الكفتة دي يا جماعة طبعا بندخل، انا عامة يعني بشوي في الشواية بتاعة البوتاجاز بتاعي من فوق. كل واحد على حسب ما هو ما بيحب. وساعات كمان بخليها على الشبكة شوية وبعد كده اشوي فوق علشان خاطر اللحم بتاعها يستوي معاكي كويس. فكل حاجة وليها حاجة وما تستعجليش على اي حاجة. هنخلص بقى الكفتة بتاعتنا دي كده ونرصها وندخلها الفرن، وان شاء الله اول ما تطلع كده من الفرن هتشوفوا بقى الجمال والحلاوة. هنا بقى كده حبيت قبل ما ادخلها الفرن اقولك على تركاية انا بحب اعملها. بحب كده ادهن الكفتة بتاعتي الوش بتاعها بصلصة. انتي مش حابة مش مشكلة، بس انا يعني ايه بحب بتديها طعم حلو كده. واروح بقى ادخلها الفرن واول ما تطلع تشوفوا الجمال. هنا بقى كده زي ما انتوا شايفين اللهم بارك الكفتة طلعت حلوة جدا، وكمان البصل والطماطم دول بيبقوا حلوين قوي. هنغرف بقى الكفتة بتاعتنا كده ونحضرها واوريكم بقى الطبق كده وهو شكله جميل يفتح النفس. اهم حاجة في الاكل انك تحطي الطبق بشكل حلو علشان خاطر يفتح نفس الولاد ويبتدوا ان هم ياكلوا ويشبعوا. دي شكل الكفتة بتاعتنا. هنبتدي بقى ان احنا نحط الطماطم والبصل حوالين الطبق كده علشان خاطر اللي عايز ياكلهم على المكرونة ياكلهم، اللي عايز ياكلهم بالعيش ياكلهم، كل واحد طبعا وحريته الشخصية. وبيبقى طعمهم حلو جدا وريحتهم كمان بتبقى حلوة قوي. وبكده نبقى قدمنا طبق سهل وسريع وفي نفس الوقت جميل جدا. جربيها هتطلع معاكي حلوة بإذن الله. واقول لكم زي ما بقول لكم بقى كل مرة ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يجعله رمضان كريم عليكم باليمن والخير والبركات. ادي الطبق بتاعنا. إيه بصوا يعني مهما اوصفه لكم اوصف لكم جماله مش قادرة اقول لكم. سلام عليكم.